تب إلى الله مهما عظمت الذنوب، مهما عظمت المعاصي، فإن مغفرة المولى جل وعلا أعظم وأوسع. القائل في محكم الذكر والتبيان: إن ربك واسع المغفرة. قد تكفل الله سبحانه وتعالى بالمغفرة لمن تاب وأناب. القائل سبحانه وتعالى في محكم الذكر والتبيان: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. بل إنه سبحانه وتعالى بكرمه وفضله وجوده وإحسانه يبدل سيئات المذنبين التائبين إلى حسنات. مهما تكرر الذنب من العبد فإن الله سبحانه وتعالى يغفره إذا تاب وأناب واستغفر واهتدى. ففي صحيح الجامع من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت، وربما قال أصبت فاغفر لي. فقال ربه سبحانه وتعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال: ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء.